في بياعين شاطرين في كل حاجه، بيعرفوا يبنوا ريليشن، يسالوا صح، ويقدموا برزنتيشن ممتاز، بس وقت الكلوزنج بتلاقي خد خطوه لورا. براين تريسي بيقول لك the most important moment in the sales process is when you ask the customer to make a decision. دي لحظه اسمها closing the sales، ومعظم البياعين اللي بيفشلوا فيها مش لان العميل مش مقتنع بالمنتج اصلا، لكن لان البياع ما طلبش الكلوزنج اساسا. طيب ليه؟ لان البياع خايف يضغط العميل او خايف يسمع كلمه لا، بس الحقيقه ان في اللحظه دي العميل بيكون منتظر منك اصلا تساله السؤال ده. في اشارات اسمها باينج سيجنالز، لو سمعتها اعرف ان العميل جاهز انه يشتري. فمثلا لو اشترينا الضمان كام سنه؟ طيب ينفع نركب الجهاز ده خلال الاسبوع ده؟ طب لو دفعت كاش في فرق في السعر؟ دي اشارات ان العميل بيحسبها حالا، ووقتها لازم تتحرك وبكل ثقه. في اكتر نوع من انواع الكلوزنج المفروض نبقى عارفينه. اولا ترايل كلوز، ده سؤال تجريبي بيقيس درجه الاستعداد، زي مثلا هل شايف ان العرض ده مناسب ليك لحد دلوقتي، او لو المنتج ده فعلا حل مشكلتك. تحب نبدا في الاجراءات؟ التاني هو السوفت كلوز، وده اسلوب هادي بيحط العميل قدام قرار بسيط. تحب اجهز لك الاوردر دلوقتي ولا تحب تاخد يوم وتفكر؟ التالت هو الدايركت كلوز او بيسموه الهارد كلوز، وده لما تكون واثق ان العميل جاهز فتقول بكل وضوح تمام يلا نبدا اجراءات سوا دلوقتي. براين تريسي بيأكد ان always assume the same، اتصرف كأن العميل هياخد القرار دلوقتي، مش كأنك بتستنى منه القرار. بس مهم جدا انك ما تضغطش العميل، الهدف انك تخلق لحظة راحة نفسية مش لحظة توتر. الكلوزنج بتاع الصفقة مش خدعة، هو نتيجة طبيعية لثقة العميل فيك ولشغلك الصح في كل خطوة قلناها قبل كده. فلو الحلقة دي فرقت معاك اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي بقى في الكومنتات ايه اكتر نوع من انواع الكلوزنج اللي اتكلمنا فيها حاسس انه يناسب شخصيتك وطريقتك في البيع. سلام.